هو ده بالظبط اللي احنا عملناه لما يعني كنت شغال في شركه ماركت ريسيرش، وكان طريقه استخدامهم لللوكيشنز بشكل مش منظم. فبدانا ان احنا نشوف اولا على الماب الاماكن اللي المفروض الداتا كولكتورز يروحوها. فاكتشاف عظيم جدا، لقينا ان ريجن كبيره قوي ما كانوش بيغطوا منها اكتر من 20%. لما بدانا بقى نزود المناطق دي، الكواليتي بتاعت الداتا زادت جدا، والداتا بقت تعبر اكتر او تريبريزنت اكتر الجيوغرافيكال زونز دي. في الماركت ريسيرش في حاجه مهمه جدا بتحصل، حاجه اسمها سامبلنج. احنا مش هنروح نسال المليون بني ادم اللي عايشين في المدينه، ولكن بناخد عينات، بنشوف عدد اصغر، بس المهم العدد الاصغر يكون ممثل للمليون شخص دول. وده بالظبط اللي جي اس بيعمله، ان هو بيختار انسب اماكن تعبر عن المساحه السكانيه او المنطقه السكانيه دي بعدد سكانها، وبتحط في الاعتبار اللوكيشن اسبكت. اللي هو ما ينفعش مثلا هروح اعمل بحث سكاني او بحث ميداني على حاجه معينه واروح سائل كل الناس في عماره واحده، ده غلط كبير جدا. الجي اس كان ساعد بقى ان احنا نقدر نوزع الناس اللي هنسالهم والمناطق اللي هنجمع منها في نطاق جغرافي اكبر، فالداتا تبقى بتعبر عن النطاق الجغرافي ده بشكل احسن.